إليك أقوى الأسلحة في علم النفس. إذا استخدمتها ستسيطر على من حولك. أولاً، من الجيد أن تثق في الناس، لكن عدم القيام بذلك أفضل بكثير. ثانياً، ثق ولكن تحقق. اطلب من الجواسيس الاقتراب من حلفائك متظاهرين بأنهم يعملون لحساب العدو، واعرض عليهم التعاون. إذا فعلوا ذلك فأنت تعلم بأنه لا يمكن الوثوق بهم. 3. على الرغم من أن حلفائك يجب أن يحترموك، إلا أنهم يجب أن يعرفوا في صميم أذهانهم ما يحدث لمن يخونك. الخوف هو وصية تأمين الحياة. 4. ركز على هدفك، لا تنظر في أي اتجاه ولكن إلى الأمام فقط، فأي اتجاه آخر وجد للتضليل. 5. تساءل عن كل شيء ولا تصدق أي شيء أبداً دون أن تتفحص فيه جيداً بشكل سريع وشامل. 6. إذا كنت لا تستطيع أن تكون متأكداً بنسبة 100% أن شخصاً ما يقول لك الحقيقة، فمن الأفضل أن تفترض أنه كاذب. 7. اجمع المعلومات بشكل سري عن كل من الحلفاء والأعداء في حال قرروا التحرك ضدك، ومع ذلك احذر من تعرضك للانكشاف أثناء ذلك. 8. عند تقديمك خدمة أو هدية لأحد، اجعلها تظهر على أنها مميزة ومخصصة له. هذه الهدية لك فقط، لا تخبر أي أحد آخر لها. 9. عند تقديمك خدمة أو هدية لأحد، اجعلها تبدو مكلفة. لقد تطلب مني 3 أيام لتحضيرها. 10. عند طلبك خدمة من أحدهم، ذكره بخدمة سابقة قمت بها لأجله. هل تتذكر عندما احتجتني في فعل كذا وكذا؟ حسناً، الآن دوري لأطلب منك كذا وكذا. مرحباً بك. هل أنت مستعد لتبحر في سلسلة السر الذي أخفته الكتب الجزء الثاني؟